السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هعلمكم النهارده ازاي نعمل مع بعض فراخ بلدي محشيه بالرز. طبعا الفراخ البلدي دي بتحتوي على نسبه عاليه من البروتين، بتحافظ على صحه العظام وغنيه بالفيتامينات والمعادن زي فيتامين بي 6 وبي 3 والمغنيسيوم. انا حضرت طاسه كده معايا، حطيت فيها شويه زيت مع معلقه سمنه بلدي، وهبدا اشوح فيهم الكبد والقوانص. المفروض كنت اشوح الكبد الاول، بس بصراحه اتلخبطت فحطيت الكبد والقوانص مع بعض، وبدات اشوحهم بالتوابل اللي هي عباره عن فلفل اسمر وشويه زنجبيل وشويه قرفه، وحطيت الملح بتاعها برضو معاهم، مع بصلايه كده. لما اتشوحت الكبد والقوانص حطيت بصلايه كده او بصلتين انا مقطعاهم مكعبات، وبدات اقلب لحد ما البصله دبلت خالص. هبدا اشوح الرز فيهم بقى، دول 4 كوبايات رز صغيرين كده، شوحتهم وبعدين حطيت عليهم ميه سخنه كاني بعمل رز عادي خالص. هسيبه بقى يستوي 3/4 سوا. بالشكل دوت كده استوى وسيبته يبرد. هبدا بقى احشي الفراخ بتاعتي. الفراخ انا عاملاها زي الحمام بالظبط، فتحاها كده من عند الورك ومن عند الزور. بس طبعا انا الفراخ ديت منضفاها عند بتاع الفراخ، فبهدلها لي بصراحه وقطعها لي من فوق. فانا بحاول بقدر الامكان كده بقى ايه، يعني بتعامل معاها بالشوكة والسكينة. انا حشيت الفراخ من جوه، حشيتها من الجناب من عند الورك كده الوركين، وشايفين بقى هي مقطوعة ازاي من عند الرقبة. المفروض كان يظبطها لي، قطعها لي وبهدلها لي خالص بصراحة، بس ما فيش مشكلة انا هتصرف. حشيت برضو الزور بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفين، وهقفل كده بالنكاشات بتاعت السنان الحاجات المقطوعة دي كلها. ومجرد ما انا الفرخة بتاعتي هحطها في المية اللي بتغلي بتاعتها هتقفل خالص، والرز ده مش هيقع. ده شكل الفراخ بتاعتي بقى بعد ما حشيتها بالشكل دوت. الفرخه البلدي كبرت وبقت قد ايه. الفراخ ديت كانت كيلو 250 جرام، بقت كبيره بالشكل ده واتنفخت لما انا حطيت لها رز. خلاص هي بتبقى جنبها مش محتاجه غير شوربه او ملوخيه وتتاكل بالشكل دوت، مش محتاجين نعمل جنبها رز. هحط الفراخ بقى، حطيتها في ميه سخنه بتغلي، ضيفه لها ورق لورا وعود قرفه وفلفل اسمر حبوب وليمون مجفف وحبهان وقرنفل، وضفتها. طبعا حطيت الفراخ على ظهرها، ما حطيتهاش على بطنها، وبالراحه خالص زي الحمام كده عشان الفراخ ما تتهريش مني وما تطقش. وما غطيتش الغطا الحله 3/4 تغطيه كده عشان الفراخ بتاعتي ما تطقش، ولو ما غطيتش خالص يبقى احسن وافضل. شايفين الفراخ بقى بعد تلت ساعه بالظبط، تلت ساعه كانت مستويه، والرز طبعا انا كده كده مسوياه فكانش محتاج حاجه خالص مني. بالشكل ده الفراخ بتاعتي بقت جاهزه بقى. هبدا احمرها. حطيت برضو شويه زيت معاهم معلقه سمنه عشان السمنه ديت بتحمر الفراخ وبتخلي لون الفراخ حلو واحمر كده. الزيت بيخليها صفرة شويه، هي بتظبط اللون بصراحه بتاع الفراخ او الحمام او اي حاجه انا عايزه احمرها، وبتدي ريحه جميله كمان السمنه مع الزيت. بالشكل دوت انا بحمرها على نار عاليه، وهبدا بقى اقلب الفراخ يمين وشمال، واطلع كده زيت كده مغلي على الظهر وعلى الجناب عشان الفراخ ما تطقش مني، الحراره تبقى في الفرخه كلها واحده بالشكل دوت كده. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم، بسم الله ما شاء الله جميله جدا. فراخ بلدي بقى وريحتها طالعه جميله، فكرتني بروايح زمان. دول ال4 فرخات بتاعتي بسم الله ما شاء الله جمال جدا، مفيش حاجه اتقطعت مني ولا طلع منهم رز، رغم ان هم كانوا يعني متبهدلين خالص من الراجل. الرز مفرفط جدا مش معجن، ما شاء الله. شايفين كده هندوق رائع ممتاز جميل جدا، والملح مظبوط وكل حاجه مظبوطه خالص جميله. ودي في صوص الفراخ رائعه جميله مستويه ودايبه دوب. ده شكل الفراخ بتاعتي بقى بعد ما استوت بالشكل الجميل الرائع ده. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده مفيده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.